نوجدارین هیجا و دلال دماغ خوش به. از دیال خلف دخلک کنودا جکوشه نوجدار بورما و دوی خلک دا املهولا دکتور جوزيف عبدالأحد یه پسپورد نخوشی چاوانده. و دوی خلک دا و دکتور جوزيف شمر بده خویا کرن آوارش یان زرق چیا و چه صدمه وینه. مرحبا دكتور. أهلا وسهلا. يا هلا دكتور. المي الأسود أو الزرق بالعين إيش هو المرض؟ الزرق أو المي الأسود مثل ما يسموه بالعامية هو عبارة عن ارتفاع ضغط العين يترافق مع تغيرات بالعصب البصري مع تغيرات ساحة الرؤية. نسبته بعد سن 40 ترتفع بنسبة حوالي بين البشر تواجد حوالي 2 ل 4% من البشر. تزداد نسبته عند سوابق بالعائلة، قص الزرق بالعائلة، فأي شخص عنده أقارب من الدرجة الأولى الأب أو الأم عنده سوابق زرق أو المي الأسود لازم بعد عمر 40 سنة يتحروا موضوع هالإصابة. هلا الأعراض أحيانا يكون الأعراض واضحة وأحيانا تكون الأعراض غير واضحة. يعني كثير مرات يجينا المريض وصل لمرحلة متقدمة من إصابة العصب تبع العين نتيجة ارتفاع ضغط العين والمي الأسود وما كان يشكي من ولا شيء. وأحيانا يعطي أعراض عبارة عن هالات حول الضوء، إحساس ثقل بالعين، أو أحيانا ألم أو احمرار. هلا مشان هيك باعتبار هو مرض غامض أو أحيانا ما بيعطي أعراض ننصح المرضانين إنه يفحصوا بعد 40 سنة إذا عندهم سوابق عائلية يفحصوا ضغط العين، أو مشان تحري العصب البصري مشان كشف الحالات الباكرة أو الحالات اللي لسه بدها قابلة للعلاج. بالحالات الباكرة نحن أول شيء نقيس ضغط العين، إذا كان ضغط العين عالي نعطي قطرات خافضة لضغط العين ونفحص العصب البصري. نطلب أحيانا صور اسمها الساحة البصرية أو ال OCT مشان نتحرى الإصابة بشكل جيد بشكل أكبر. مثل ما حكينا بالنسبة للأعراض، هلا إذا أجانا شخص غير عرضي أنا بشكل روتيني أفحص العصب البصري مشان بشكل عام ما يضيع على أي حدا إنه نكشف مرض عنده موجود. إذا كان عرضي بيكون أصلا لما أجى المريض عم يقول لنا إنه عيني عم توجعني أو فيها ثقل أو هيك. مثل ما قلنا باعتبار هو ما بيعطي أي أعراض أحيانا نحن نسميه سارق البصر، يعني يسرق البصر شوي شوي. مشكلته إنه يبلش ياخذ الرؤية من المحيط باتجاه المركز، يعني يجي المريض يقول أنا عم بشوف بقدامي كويس بس هو بيكون من محيط البصر شوي شوي عم تضيق الساحة البصرية عنده. بالنسبة للتشخيص، التشخيص عبر إجراء صور OCT أو إجراء الساحة البصرية مع قياس ضغط العين. دكتور، درجة خطورة الماء الأسود على العين شو هي درجة الخطورة؟ المشكلة بالمي الأسود أو الزرق أو ارتفاع ضغط العين خطورته كتير كبيرة، لأنه أي يوم عم يمضي وضغط العين عالي ما عم ننزله نحن كل يوم المريض عم يفقد جزء من الخلايا البصرية أو الخلايا العصبية البصرية تبعه، فهو عبارة عن مرض غير قابل للتراجع. كل يوم بيموت فيه العصب بيفقده المريض. نحن هدول الأعصاب اللي بتموت عادة ما نقدر نرجعها، بس هدفنا من العلاج إنه نلحق المريض ما يفقد الجزء الثاني. دكتور، غير السبب العائلي أو الوراثة شو هو السبب الرئيسي في الزرق أو الماء الأسود؟ أسباب الماء الأسود أو الزرق كتير، هي منها أسباب التهابية، أحيانا بعض الالتهابات داخل العين، أسباب رضية بعد ردود العين، عند مرضى السكريين، مرضى اللي عندهم سوابق نزوف داخل الشبكية، مرضى اعتلال الشبكية التكاثري السكري. أحيانا تكون العين مؤهبة أو فيها يعني تشكلات تشريحية تؤهب لهذا الزرق. في بعض الأمراض اللي تصيب العدسة كمان، أحيانا المي البيضاء لما تتقدم كتير أو تصير ما بنسميه الساد الناضج، العدسة ممكن تعمل نتيجة تقدم المي البيضاء أو وصوله لمرحلة كتير متقدمة ممكن يعمل كمان زرق أو ارتفاع ضغط العين. هاي معظم الأسباب. دكتور، أكثر سن يتواجد فيه المرض الزرق؟ هلا هو أكثر شيء شيوعا هو بعد 40-50 سنة بشكل عام. في بعض الحالات تكون فيها الزرق يتواجد عند الأطفال، ولادي يكون هذا خلقي، يعني يولد الطفل سواء كان داخل رحم الأم يعني خلال مرحلة الحمل أو بعد الولادة، فنسميه إما ولادي أو خلقي. الخلقي هو تكون داخل الرحم، أو الولادي بعد الولادة يبلش، هذا اسمه الزرق أو المي الأسود الولادي. هذا كمان لازم يتعالج بأقصى سرعة، لأنه أحيانا يعطي تغيرات بحجم العين، ممكن تصير عين أكبر من الطبيعي، وإذا كان بجهة واحدة تصير عين أكبر من العين الثانية، فهذا بده علاج بسرعة لأنه العصب كمان نحن لازم نلحقه قبل ما يتأذى. دكتور، كيفية العلاج بحالات الزرق شو هو العلاج المناسب؟ هلا العلاجات في عندنا قسمين، في علاج دوائي وفي علاج جراحي. العلاج الدوائي في مجموعة من القطرات
كذا صنف من القطرات نعطيها نحن للمريض، ونراقب ضغط العين. تتم إضافة القطرات واحدة بعد الثانية. أول شيء نبلش بقطرة أو قطرتين، في حال نزل ضغط العين وسيطرنا على الموضوع نكتفي، ما سيطرنا نضيف حتى قطرتين وثلاث قطرات وحتى 4 قطرات. هلا في حال ما استجاب المريض حتى وصلنا لمرحلة القصوى بالعلاج الدوائي، صار بقى مرحلة العلاج الجراحي. العلاج الجراحي بقى له في عدة عمليات للعلاج الجراحي. في بعض المرات نحن كمان نلجأ للعلاج بالليزر، كمان نقدر نحن أحيانا نعمل علاج بالأرجون ليزر لعلاج مرضى الزرق. نسبة الشفاء دكتور ايش قد تعطوها بالمية؟ هلا هو كنسبة مئوية ما نقدر نعطيكي انه نسبة معينة، لأنه يختلف حسب السبب. يعني في بعض انواع المي الاسود او الزرق اللي يكون اسبابها بسيطة مثل الالتهابية، مجرد نحن نسيطر على الالتهاب ينخفض. الرضية مجرد كمان العين ترجع طيب يروح الضغط العين او الزرق. بس في حالات الوراثية او الحالات بعد مرضى عن مرض السكري تكون حالات مستعصية، خاصة في نوع اسمه الزرق الوعائي، تشكل أوعية حديثة بالعين. هذا شوي علاجه صعب، غالبا يحتاج المريض هون لعلاج جراحي. بنهاية الفقرة نتشكرك كتير دكتور. أهلا وسهلا فيك، ونتمنى نحن الصحة والسعادة لكل العالم. گهدارین هیجا هیویاما اوا گو ایشو نخوشی دوری جیانا وبن داخل که کدنش گوشه انوجدار بمینن دخیرو خوشیه ده.